السلام عليكم شيرات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير يا رب. ان شاء الله هذه لا فيديو تلقاكم كامل في احسن الاحوال. بديت معكم الروتين تاع نهار اليوم. فنجالي تاع القهوه كالعاده والعوايد، فنجال كحله نقعد به راسي ونطلق ديار نقيهم. اعزكم الله واكرمكم. راني نسيق فيهم. وشوفوا الكارثه اللي دارها لي ولدي الصغير بسلامته، كي كمل مع البيبان ومع الحيطان ومع دورها للارضيه. شوفوا كي لقيته داير لي الارضيه هنايا بالفاتخ تاع خوته، وكلها بغات تطير الشيرات. شوفوا طبخني طبخني طبخني، والله ما بغى يطير كاع هكاك، وباقي شويه تاع ليطاش. ما نعرفت الله يهديهم وصاي نصبروا لهم بلا ما. ورحت هنايا ندير لهم في المايس، مع اللي كان عندي الغسيل تاع القش وكاع. قلت لي قليل لهيهم بحاجه، والحاجه اللي كانت متوفره عندي هي المايس. رحت ديريكت حطيت هذا الطاجين، درت فيه شويه زيت غير شويه، ما تكتروش الشيرات، وخلوه يحمى شويه ومن بعد ديروا المايس تاعكم. قلت هذا هو الحل الوحيد. قلت لكم كان عندي غسيل القش وكان عندي واحد الفراش نغسله، تما الحل الوحيد هذا هو. ندير لهم شويه مايس ونقابلهم للتلفزيون ونخليهم يلهاو. هنا شوفوا حبيباتي، غير ما يبدا هكا يطرطق، وحطوا عليه بلاع بطبيعه الحال. هاي وان شاء الله اولادكم يكونوا فرحوكم في النتائج. الا فرحوكم بصحتهم، وإلا ما فرحوكمش معليش، مازال راه كاين فرصه تاع الفصل الثاني والفصل الثالث ان شاء الله يا ربي. عاودوا زيروهم وديروا مجهودكم معاهم. والله المستعان، هما تاني مساكن يحسن عاونهم، بروجرام عندهم راه شارجي. والله العظيم السنه الثالثه السنه الرابعه بزاف عليهم مساكين. معليش كاع الا ما جابوكمش نتائج ملاح، حاولوا كي تريقلوا المشكل وزيروهم الفصل الثاني، ومازال باقي لهم الفصل الثالث ان شاء الله يا ربي. غير يقعدوا بصحتهم الدنيا وما فيها. هنا درت غسلت السلطه تاعي ودرتها في هذه لاباراي تاعها باش تقطر. عمليه للغايه هذه لاباراي تاني، تعرفوا راهي في مده عندي ما شاء الله. ونروحوا مباشره للوصفه تاع الطورنو. هنايا هذاك الكاس رفد لي 4 حبات بيض، تما ديروا عبر بيض وعبر سكر، وتزيدوا معاها عبر زيت. كما راكم تشوفوا خلطت انا المكونات كاع مع بعض، ومن بعد ضربتهم بالباتر. قلت لكم الكاس اللي تعبروا به البيض هو نفسه اللي تعبروا به الزيت، وهو نفسه اللي تعبروا به السكر، وهو نفسه اللي تعبروا به المايزينا، وهو نفسه تاني اللي تعبروا به الحليب والزيت والمكونات اللي راهم باقيين. قلت لكم وتخلطوا. انا قلت لكم كل شيء نديره في ضربه. هنايا رابيت تشينا كانت متوفره عندي، هي اللي ما يجي شباب. انا كانت متوفره عندي درت التشينا، والتشينا فاني تجي شابه الله يبارك. ومن بعد حطيت الكاس تاع المايزينا تاعي اللي كنت معبراته، وراني نخلط فيهم كما راكم تشوفوا. وداك نحط لكم المكونات كاع في صندوق الوصف تحت. قلت لكم العبار تاع البيض هو نفسه تاع الزيت تاع السكر تاع الحليب تاع المايزينا. وهنا زدت 2 خميرات الحلويات. هي لا بغيتيه يجي طالع غايه ويجي منتفخ، زيدي وحده، ديري 3 تما. بصح انا فضلت ندير 2 لخاطرش الزوج تاعي والاولاد ما يبغوش منتفخ بزاف، يبغوه متوسط. وداك تشوفوا كي خرج لي. وهنا درت قلت لكم خميرة الحلويات، ودرت لافاني تاع القابسه انا تعجبني بزاف، تعطيكم واحد النكهه في الكاطو روعه ما شاء الله. وديري الفرينه على حساب التنشاف تاعك. ما تخافيش كي راكي دايره فيه المايزينا، ما تخافيش كاع من الفرينه، وخليه شويه طري برك. شوفوا القوام تاعه كي يكون داير. وحطيت العجينه تاعي فوق البوطاجي، وراني نبرد فيها كيما هكا. وباش تجيكم سهله قلت لكم الطابع تاعكم حطوه في الفرينه وطبعوه هكا باش ما يلصق لكمش. شوفوا جا شباب ما شاء الله الله يبارك. شوفوا انا نبغي هكا متوسط مع يزيد ينتفخ شويه، هذاك هو. وانتم لا تبغوا خلوا، لا تبغوه زعما عالي بزاف. قلت لكم ديروا 3 فرفاره، وزيدوا خلوا العجينه شويه عريضه كي تبردوها. انا هكا نبغيه. وقلت لكم قضيه اذواق، انا عطيتكم المقادير وانتم كيما تبغوا ديروا. بعد ما طبحت الكاطو تاعي حطيته في السنيوات، وراني ندير فيه في البيض من الفوق. البيض كيما شتوني زدت فيه شويه برك تاع لافاني غبره، واحد الريحه تولي تمد ما تامنوش ريصانكم، روعه روعه روعه. ومام يعطيه بنه شابه كي ديروا البيض مع هذيك لافاني. وهنا كي كملت كالعاده ديري السكر فوقه كيما هكا، والكوشه تاعك راهي تحمى. شوفوا شحال درت من شكل. وانتيا كاع ما عندكش هادو الطوابع، تقدري غير بالكاس تاع لاتاي وتطبعي كيما بكري، كيما كانوا يديروا بكري، غير بالكاس تاع لاتاي يخرج لك على شكل هلال كيما هكا. انا كانوا عندي هادو الطوابع اللي متوفرين خدمت بيهم، نخدم بيهم الصابلي وخدمت فيهم هذا الطورنو.
شوفوا حباباتي بعد ما طاب، شهيتكم في الجنة حبيباتي. لأول مرة تشوف قناتي ما تنسينيش حبيبتي بالجيم وتخلي اشتراك وتعليق شباب، واللي راهم مشتركين معايا ونقول لكم ربي يحفظكم والله يفرحكم وان شاء الله تقعدوا مشتركين اوفياء معايا، ربي يحفظكم. وها هي النتيجة، شوفوا جا ما شاء الله، روعة، الله يبارك. ودمتم في رعاية الله وحفظه، والملتقى في فيديو آخر إن شاء الله. وقطع لي كمية مليحة زعما نقول لكم مع السلامة ومن بعد نعاود تاكلني في قلبي ونهدر. قلت لكم هذوك ربع حبة بيض قطعوا لي كمية مليحة، ها شوفوا بعينيكم. مع السلامة.